الحرب بتاعت ام 44 وابو 44 وعيله 44 اللي هي طالعه، كل واحد بقى يرفع لك صوابع الاربعه واربعه اربعه ويقعد بقى كانه بيغيظنا. يعني في حرب معلنه منهم ضد جيش مصر اللي هو جيش بلدنا الوطني اللي بيحاول يحافظ على امننا، اللي بيحافظ على حدودنا. ده غير الحرب الغير معلنه اللي من تحت لتحت. انا ما يهمنيش الحرب المعلنه، ان شاء الله يعني قواتنا المسلحه باذن الله قادره ان هي تخرس كل واحد بيرفع السلاح، وقادره ان هي يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنها انها تعبر قناه السويس هتعبر بينا ان شاء الله لبر الامان الاجتماعي والسلم الاجتماعي او المجتمعي اللي احنا باذن الله ممكن نعيش فيه كويسين. لكن الحته اللي انا بخاف منها بقى شويه ولازم ان احنا ناخد بالنا منها شويه هي قدره الخوان على التدليس وترويج الاشاعات. وطبعا انا للاسف سبحان الله يعني بلاحظ ان رغم ان جهاد الحداد الحمد لله الواد ده يعني اتاخد، لكن اللعب من بعديه فشل، فبقى الامور بقت ظاهره بيحاربوا الجيش بطريقه باينه. الاول كان بيجيب الفيديوهات واللي اتقتل، وبعد كده يطلع اللي اتقتل ده عايش، وشفنا طبعا الجزيره لما كان الولد اللي كان نايم وعامل نفسه مقتول وراح ضرب برجليه. كل الحاجات دي بتدينا عينه عن الحرب الغير معلنه، الحرب الغير تقليديه اللي هم بيعملوها ضد الجيش بتاعنا. جايبين قتلى في ميدان الأربعين من اليمن في الحادث التفجيري اللي كان حصل هناك، وحاطينهم يقول لك خلي بالك دول بقى الجنود من داخل الثكنات بتاعت الجنود المصريين، دول مقتولين عشان رفضوا ان هم يفضوا اعتصام رابعه، او دول اللي كانوا رفضوا ان هم يقتلوا المتظاهرين، وكأن الجيش يعني جيش اسرائيل مش جيش مصر. النقطة الثانية جايبين جندي عراقي بيبوس جندية أمريكية في العراق، والباتش مكتوب عليه العراق، يقول لك أنا شوف الجنود المصريين اللي في سينا بيبقى مع قوات حفظ السلام عاملين إزاي، وهو دول بيجي لهم إيدز وهو حد مش عارف. أنا بدي نماذج لقلة الأدب والسفالة والحقارة والوضاعة اللي دول الجماعة دول فيها، اللي بيحاولوا يحاربوا جيش مصر. حط بعدي ان هو يقول لك بقى ايه لما يلاقيك بقى انت شادد قوي وتقول ده جيش مصر، يقول لك انا مش بشتم في جيش مصر، انا بشتم في القياده بتاع جيش مصر، انا بشتم في السيسي. طيب هو متخيلين ان الفريق اول عبد الفتاح السيسي بياخد قراراته ده من نفسه كده، يعني هو يعني كده ديكتاتور في الجيش، ولا دي قياده وبيجتمعوا مع بعض ومع قاده الافرع واللواءات والجيوش والرئيس الاركان، كل دول بيجتمعوا مع بعض وبيبتدوا ياخدوا القرارات المظبوطه. مش واحد، الجيش مش عبد الفتاح السيسي، بمعنى بسيط ان كل القاده مع بعض في صوره السيسي المقدمه، لكن كلهم على قلب راجل واحد، وكل ده اللي بيحصل باتفاقات منهم كلهم مع بعض. ما بيجيش مثلا ما بيقعدش مع بتاع القوات الجويه، ما بيقعدش مع بتاع القوات البحريه، لا كلهم بيقعدوا مع بعض وبده قرار واحد. فبالتالي لما اجي اشكك في السيسي الفرقه عبد الفتاح السيسي، يبقى انا بشكك في كل قيادات الجيش، يبقى انا بشيل الراس بتاعت الجيش. عايز الجيش من غير راس، من غير راس تفكر، عايز الجيش يحطمه، عايز الجيش ينفصل عن بعضه، يبقى جيش سوريا بالظبط. هو ده اللي الخوان بيحاولوا يعملوه دلوقتي مع الجيش بتاعنا. لا انا بقى عارف اقول ان لولا الجيش على مصر كان مصر دلوقتي احتلتها اسرائيل، لولا الجيش على مصر كان الامريكان جم داسوا علينا بالجزم، لولا الجيش على مصر كان الفلسطينيين حماس الشباب بتوع حماس كانوا دخلوا وقتلوا ودبحوا وعملوا اللي هم عايزينه، لولا الجيش بتاع مصر كان التكفيريين سابوا من انهم ياخدوهم سبايا، كانوا جم قتلونا واخدوا زوجاتنا وبناتنا سبايا عندهم، اللي هم اللي بيسموا نفسهم جهاديين، وانا بقول عليهم انتحاريين وتفجيريين وربنا ينتقم منهم ويعرفوا يوم قيامه انت هم بيعملوا ايه لما بيقتلوا جندي واحد مصري ويفجر نفسه في وسطيهم. اللي انا عايز اقوله يا جماعه ان في حرب غير معلنه، وطبعا قطر الشيخ القرضاوي ربنا يديله بقى عليه من الله ما يستحق، هو المتزعم هذا الموضوع، والاخوان ونظام الخوان الدولي داخل في هذا الموضوع. في ليبيا صوره متشيره طلعت من ليبيا، صوره ثانيه لواحد ودكاتره وعلى مستوى عالي جدا ويشيروها هم يعلمون انهم كاذبون. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحمي منهم، يحمي جيش مصر. الخوان اتعرفوا شويه، حكايه الاشاعات دي اتعرفت شويه، ولكن عايزه شيء من الانتباه، ما زلنا في حاجه الى الانتباه. طفل ومرمي، لان في طبعا السموم موجوده في ناس كتير، يقول لك انا في الكويت وهو مرمي في قطر، واحد مدفوع له فلوس وكان صحفي ومحترم، تيجي تبص تلاقيه بيقول اي كلام، بيلتقطوا صوره معينه لواحد ويقول لك ده مقتول، ويطلع بعد كده زي ما اعرفش مين اللي كانوا قال لك مقتول ومش عارف ايه، وبعد كده يطلع ان هو بيتحقق معاه بعديها وصح وعايش وبتاع والكلام ده، زي الدكتوره اياها المحترمه اللي كانت في الجزيره بتقول لك انا دخلت والعسكري دخل وقال لي اطلعي بره، راح
قاتل اللي كان جريح وبعدين قتل بقيه الجرحى وما قتلهاش هي، هو مش عارف ومسكت فيه وضرب. ايه العك والسفاله وقله الادب. ولكن انا عايز اقول برضه الحمد لله الواد جهاد الحداد ده لما خفف في داهيه الحمد لله الامور بقت واضحه قوي، وابتدى اللعب بتاعهم يبقى على المكشوف، واحنا بدينا نكتشف القرف بتاعهم. ربنا يحمي جيش مصر، واحنا كلنا جيش مصر وكلنا عبد الفتاح السيسي. وهقول ايه؟ تسلم من ايدي عبد الفتاح السيسي.